بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض إن شاء الله في شرح برنامج أكسس، وأحب إن أنا أبدأ بأكسس 2003. طب أنت النهاردة إحنا في 2023 وأكسس 2003 يعني الفرق 20 سنة تقريبا. ليه هبدأ بأكسس 2003؟ أولا لأنه من أبسط البرامج او ابسط الفيرجنات اللي ظهرت، اللي ممكن لاي دارس يبدأ معانا في دراسة قواعد البيانات انه ياخد هذا الموضوع بسهولة شديدة جدا من خلال اكسس 2003، بعيدا عن التعقيدات اللي طلعت بعد كده في الفيرجنات التالية. وبناء عليه في اي قواعد هنعرفها في اكسس 2003 يمكن أن تطبق بسهولة في جميع الإصدارات التالية لهذا الإصدار. طيب أنا بتعلم أكسس ليه؟ اشمعنى أكسس؟ ما أنا عندي إكسل، وإكسل بيفي بالغرض. أقول لحضرتك إن هناك فرق شاسع بين الأكسس وبين الإكسل. فمستخدم الإكسل هو مجرد راجل بيطلع شيت، بيعمل شوية معادلات باحترافية، معاك ان باحترافية. ولكن اكسس ودراسة اكسس او مستخدم هذا البرنامج فهو يعد من المبرمجين، اما اكسل فيعد من المستخدمين فقط. وبالتالي لما انا ادرس اكسس وادرسه بجدية شديدة، واحط خط تحت كلمة جدية شديدة، ليه؟ لان نتائجها عظيمة. نتائج دراسة اكسس وانك تاخد الموضوع بجدية، هذه نتائج عظيمة لكل من يدرس هذا البرنامج. هيبقى معاك قوة عظيمة واهمية قصوى. مكانك هيبقى مهم جدا، ودورك هيبقى شديد الاهمية في الشركة، لانك هتكون ملاصق لمتخذ القرار. ليه بقى؟ لان حضرتك بتوفر له معلومات وبتجاوب على جميع الاسئله اللي بتدور في ذهن متخذ القرار مع الخبره. ولو درست معايا اكسس بجديه هتتعب شويه في الاول، ولكن التعب اللي هتتعبه هتلاقي نتائجه فورية، وده اللي هنعرفه في المحاضرات التالية ان شاء الله. مع الخبرة انت اللي هتدي متخذ قرار معلومات هو نفسه ما فكرش فيها، ومن هنا هتكون قوتك واهميتك في الشركة. خد معايا الموضوع بجدية، ادرس معايا القوانين والقواعد اللي احنا هنقولها، اتدرب عليها مرة في مرة، يبقى عندك المهارة. خلاص انت بقى هترمي الورقة والقلم وهتبدأ تشتغل ايه من خبرتك ومن دماغك خلاص. لكن في الاول لازم يكون معاك اجندة، لازم يكون معاك قلم تكتب بيه كل قانون هنقوله، كل قاعدة هنقولها مهما كانت صغيرة، نتدرب عليها مرة في مرة. هيبقى عندك ثقل في خبرتك وعندك قوة وباور عظيم في انك انت تدير اي نظام معلومات. طب لما انا ادرس اكسس ابقى ايه؟ انت قلت لي هتبقى مبرمج. لا، مش مبرمج بس، انت تبقى محلل نظم معلومات. حلو قوي الوظيفة دي. لا، خد عندك تانية، ومصمم نظم معلومات. الله، هبقى الاتنين. لا، وكمان مطور نظم للمعلومات. 3 وظائف هيبقوا معاك. طيب دي هتفيدني في ايه؟ انت قلت لي هبقى ملاصق لمتخذ القرار وابقى جنبه على طول، صاحب الشركة، رئيس مجلس إدارة، المدير العام، صاحب المحل، رئيس النادي، ايا كان متخذ القرار هتبقى ملاصق له. طيب وايه تاني؟ اهميتها ايه تاني؟
انا فهمت حته ملاصق دي لمتخذ القرار. لا، في حاجه مهمه كمان، ان انت لما تدخل اي وظيفه او اي اداره هتنقل اليها مثلا فجاه، هتدير الموضوع بسهوله شديده جدا وكانك من ابناء الاداره دي من عشرات السنين. يعني انا ممكن اشتغل في اكتر من حته في نفس الوقت. ايوه طبعا، تقدر تشتغل الصبح في حته وتديرها كويس قوي، تقدر تشتغل بعد الظهر في مكان مكانين ثلاثه وفي نفس الوقت وتدير الاربع الاماكن 10/10. بس انا ما اعرفش البيزنس هنا وهنا 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 وهنا. ادرس معايا اكسس، هتعرف اي بيزنس واي شغل، يعني اقولها بالبلدي ربنا خلقه كده، اي شغل ربنا خلقه هتعرف. طب ما انا عندي محاسب، والمحاسب في نظام معلومات محاسبي بيطلع لي تقارير وبيدي متخذ القرار اللي هو عايزه، المعلومات اللي هو عايزه. المحاسب بيفي بالاغراض الماليه فقط، بيطلع شويه قوائم، مركز مالي، بيطلع ايرادات ومصروفات، بيطلع القوائم المتعارف عليها في النظام المحاسبي. ولكن محلل نظم معلومات ومصمم نظم معلومات ومطور نظم معلومات بيعطي ادق تفاصيل العمل في المكان. ادرس معايا بجديه وانت تصل لهذا المكان. تمام. انا بدرس اكسس ليه؟ انا بتعلم اكسس ليه؟ الاجابه انا قلتها دلوقتي، بس هعيدها تاني بشكل بسيط في جمله بسيطه قوي. انت بتتعلم اكسس علشان تطلع تقارير مفيده لمتخذ القرار. طيب ايه هي التقارير دي؟ التقارير ده حته ورقه فيها شويه كلام، بس الكلام ده مفيد للراجل صاحب المكان، صاحب الشركة، صاحب العمل، صاحب رأس المال، نقوله متخذ القرار. طيب انا لما ادرس اكسس واتعلم اكسس اقدر اطلع تقارير ديت؟ طبعا هتطلع كل هذه التقارير مهما كانت معقدة. يلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحاضرة دي من اهم المحاضرات واهم مدخل علشان نفهم يعني ايه اكسس، يعني ايه قواعد بيانات، يعني ايه الداتابيز. واعذروني لو قلت بقى شويه كلام انجليزي كده وهنترجمه مع بعض واحده واحده، لان هيبقى كل شغلنا بهذا الشكل. دلوقتي حضرتك في اي مكان او اي نظام معلومات اللي حضرتك هتنشئه، هتحلله، هتصممه، هتطوره، انت بقيت محلل نظم خلاص. اي نظام للمعلومات ده بيبقى فيه زي المكنه كده، حضرتك بتدخل لهذه المكنه اشياء بتطلع من الناحيه التانيه اشياء اخرى. يعني حضرتك بتدخل لنظام المعلومات البيانات، هذه البيانات قد تكون طبعا هي مش بيان واحد، انا بقول بيانات. انت حضرتك بتروح المكان ايا كان هذا المكان، بتشوف ايه هي الاعمال اللي بيقوموا بيها، ايه هي البيانات اللي بتحصل، ايه هي الاحداث اللي بتحصل جوه هذا المكان، سواء احداث ماليه، اداريه، اي احداث. قواعد البيانات احنا هنسجل هذه الاحداث فيما يسمى بالحاويات لهذه البيانات. يعني ايه؟ يعني شويه شنط كده، شويه صناديق، بحط في كل صندوق البيانات بتاعتها. والله ما فاهمين حاجه. حاضر، حضرتك دلوقتي انا عندي بيانات تخص واحد عامل يوميه. انت يا عم تشتغل فين؟ انا بشتغل في الحته الفلانيه باليوميه. يوميتك كام؟ يوميتي 100 جنيه. طيب يبقى دي اول بيان عرفته، ان اليوميه بتاعته 100 جنيه. طيب بتشتغل كام يوم في الشهر؟ بشتغل 30 يوم. دي معلومه تاني، بيان تاني، هي مش معلومه، هي بيان. طب لحد دلوقتي
انا اقدر اوصل لمعلومة مفيدة افيد فيها متخذ القرار. يعني الراجل ده مثلا هياخد كام في الشهر؟ لسه ما عنديش معلومة، لكن انا عندي بيانات. بياخد 100 جنيه في اليوم، بيشتغل 30 يوم في الشهر. صاحب العمل او متخذ القرار هيجي يقول لي طيب اديني معلومة هو بياخد في الشهر قد ايه. يبقى اذا انا خدت هذه البيانات، اروح جاي مدخلها في منطقة اسمها منطقة المعالجة. عندي بيانات ملهاش اهمية، 100 جنيه 30 يوم، اعالجها، اضرب الاتنين مع بعض. تمام. طيب طلع في النهاية في منطقة المعالجة ان 30 في 100 يبقى 3000 جنيه. يبقى انت يا باشا بتاخد 3000 جنيه في الشهر. خلاص وصلت المعلومة اهي. جبتها منين؟ من منطقة المعالجة. خدت الارقام بتاعت البيانات اللي ملهاش فايدة وضربتهم في بعض وعالجتهم وطلعت منها معلومة بتقول ان الراجل ده بياخد 3000 جنيه. البيانات لها مهارات لازم ان شاء الله برضو هنعرفها لما ندرس البيانات كويس وبشكل مفصل. منطقة المعالجة لها مهارات كثيرة في برنامج الاكسس. كل مهارة هنكتبها في الاجندة بتاعتنا وهنتدرب عليها. المهارات كثيرة والتفاصيل كثيرة، علشان كده لازم يكون معانا اجندة، سواء فيما يتعلق بالمهارات بتاعة البيانات او فيما يتعلق بالمهارات بتاعة المعالجة. ايضا المعلومات لها مهارات برضه هندرسها ونكتبها ونتدرب عليها مهارة مهارة. وصلنا لمنطقة المعلومات. المعلومات عندي معلومات كثيرة بقى خلاص. طب عشان بس نفكر بعض، هل المعلومات هي البيانات؟ الإجابة لا. المعلومات هي بيانات تمت معالجتها. طب أنا عندي معلومات كتيرة، يعني أنا بديت بيانات كتيرة دخلت لي، عالجتها، طلعت كم معلومات كثيرة جدا. هذه المعلومات الكثيرة بحطها في منطقة اسمها قاعدة المعرفة. من قاعدة المعرفة دي عندي معلومات كتيرة جدا. عندي معلومة بتقول ايه؟ ان المرتب في الشهر قد كده، ان معلومات تخص مثلا المستشفى، معلومات تخص مدرسة، معلومات تخص نادي. خدت البيانات والاحداث اللي بتتم في المكان وعالجتها وطلعت معلومات مفيدة، معلومات كثيرة بحطها في قاعدة المعرفة دي. بعد كده هوت من قاعدة المعرفة دي ببدأ ان انا اجمع المعلومات مع بعضيها واحطها في شوية ورق واطلعها في شكل تقارير، او ان انا اخد المعلومات دي اللي انا حطيتها في قاعدة المعرفة والمها مع بعض كده بشكل جميل واطلعها بشكل احصائيات، او ان انا باخد هذه المعلومات الموجودة في قاعدة المعرفة ديت واجمعها واصدرها لاحد البرامج مثلا زي برنامج اكسل، طلعها في شكل شيت. فالمحاضرة دي اتمنى ان احنا نكونوا عارفين الصورة بهذا الشكل، ونبدأ من المحاضرة التانية على طول بشكل عملي في دراسة البيانات، وهنركز عليها في المرحلة دي دلوقتي، ثم المعالجة، ثم المعلومات، وبعدين ازاي يبقى عندي قاعدة معرفة وازاي اطلع اي تقارير. واتمنى ان انا اكون وصلت الفكرة، وهنبدأ بشكل عملي في المحاضرة التانية. الشكل اللي امام حضراتكم ده يا ريت نحطه في الاجندة بتاعتنا علشان كل شوية هنرجع له، وان
اتمنى يعني ان انا اكون وصلت الفكرة، ونعمل لوجه الله اي حد محتاج يدخل معانا برنامج اكسس